أهلا بيكم، أنا محمد سلطان وده بودكاست على الهادي. النهاردة معانا أول حلقة واللي هنتكلم فيها عن السوشيال ميديا، واللي بنطرح فيها سؤال مهم جدا جدا: السوشيال ميديا هل إحنا اللي بنستهلكها ولا هي أصلا اللي بتستهلكنا؟ فكر معايا كده. الصبح صحيت، فتحت عينيك في أول اليوم، أول حاجة بتعملها بتمد إيدك على الموبايل، بتشغل النيتورك وبتبدأ تقلب فيه. حركة تلقائية أنت اتعودت عليها. بيعدي من وقتك 10 دقايق، ربع ساعة، أكتر أقل، بتلاقي نفسك بتتفرج على فيديوهات لناس مش عارفهم في حياة هي أصلا مش حياتك، عن مواضيع أنت مش فاكرها ومش مهتم بيها أصلا. مش ده بس اللي بيحصل، خليني أقولك إن في مكان تاني في العالم، في غرفة من غير نوافذ في سيليكون فالي، شركات بتساوي تريليونات دولارات، فريق كامل من المهندسين وعلماء النفس والبيانات. الناس دي صحيت من النوم في نفس الوقت اللي انت صحيت فيه، فتحت اللابتوب وبصت في شاشة واحدة بس، الشاشة بتاعتك انت. اهلا بيكم في بودكاست على هادي، واللي هنتكلم فيه بهدوء عن الاشياء اللي بتاخد هدوءنا. والنهارده هنتكلم عن الحقيقة اللي محدش بيقولها لنا بشكل صريح: مش احنا يا جماعة اللي بنستخدم السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي اللي بتستخدمنا. خلينا بس نتكلم كده في البداية عن شوية أرقام مهمة جدا عشان نعرف وضع الموضوع ده ايه في العالم كله. خلينا نديك بعض الأرقام عشان ما تقلقش أوي، بس خليك تشوف الصورة بشكل واضح. في أكتر من 5 مليار إنسان موجودين النهاردة على السوشيال ميديا في العالم، يعني تقريبا أكتر من نص الكرة الأرضية. ودي مش موضة، ده تحول وتغيير في طريقة الحياة بشكل كامل. كل واحد فينا بيقضي تقريبا حوالي 2.5 ساعات في اليوم على السوشيال ميديا، يعني في السنة كلها حوالي 37 يوم كاملين شغل فيهم مخك وانت بتعمل سكرول بشكل مستمر. وعلى فكرة ده متوسط أدنى. خلينا بقى نشوف أرقام أفظع شوية، ودي اللي تخص المراهقين ودي المهمة أكتر. المراهقين بين 13 و 18 سنة بيقضوا في المتوسط حوالي 3 ساعات يوميا على السوشيال ميديا. طيب وفي حالات أشد من ديّة بتوصل فيها ل9 ساعات في اليوم، 9 ساعات في اليوم، ده أكتر من وقت النوم، أكتر من وقت الدراسة، أكتر من وقت التفاعل مع الأهل والصحاب كلّهم كده مع بعض. في 210 مليون إنسان في العالم بيتصنفوا كمدمنين على السوشيال ميديا. طيب هل ده كلام مبالغة؟ في 2024 في مسؤول صحي أول في أمريكا طالب الكونجرس إن هو يحط تحذيرات على السوشيال ميديا، زي بالضبط كده التحذيرات اللي أنت بتشوفها على السجاير وعلى الكحول. خطر يسبب الوفاة. الحقيقة هي فعلًا بتسبب الوفاة، بتسبب وفاة العقل يعني، هنتكلم في الكلام ده بعدين. طيب نفس التحذير اللي بتشوفه على علبة السجاير ده محتاجينه يتحط على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الإنستجرام وإلى آخره. طبعًا لو هنتكلم عندنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإحنا بنتكلم في أكتر من 74% من الشباب بيقولوا إن هم صعب عليهم يفصلوا نفسهم عن السوشيال ميديا. يعني مثلًا لو في أوضة فيها 10 شباب، في 7 منهم مش هيقدروا إن هم يقفلوا الموبايل لو حبّوا يعملوا كده أصلًا. وطبعًا ده يعني مش ضعف إرادة والكلام ده، ده تصميم متعمد إن هو يكون بالشكل ده. طيب خلّينا نشرح حاجة كده مهمة اسمها attention economy أو اقتصاد الانتباه، ودي فكرة بسيطة لكنها خطيرة جدًا. هنا الشركات مش بتبيع لك منتج، شركات السوشيال ميديا مش بتبيع لك منتج، الشركات دي هي بتتعامل معاك إن أنت المنتج. إزاي؟ الإعلانات اللي بتندفع لفيسبوك وتيك توك ويوتيوب دي بتبقى مقابل إيه؟ ليه المعلنين بيروحوا يديهم فلوس وملايين؟ عشان وقتك، علشان انتباهك، علشان عينيك تفضل مفتوحة لأطول فترة ممكنة على الشاشة. يعني كل دقيقة بتقضيها على الفيد بتتحول لفلوس في حساب حد تاني. يعني انت الخامة، انت المصنع، انت المنتج، انت اللي بتدفع فلوس للناس دي. وعشان طبعا تفضل على الشاشة طول الوقت او اطول وقت ممكن، فالشركات دي جابت علماء نفس، علماء اعصاب، خبراء ادمان. مهمتهم الوحيدة يخلوا التطبيق ده يفضل مستحوذ على دماغك طول الوقت. السكرول اللانهائي ده مش صدفة على فكرة، وده مش اختيار منك زي ما انت متوقع. الحقيقة ان انت يعني بتتساق علشان تمشي بالطريقة دي. ده مصمم بدقة، ملوش تفسير تاني، عشان مخك ما يشوفش حدود واضحة يوقف عندها.
طيب اللايكس والنوتيفيكيشنز دي مش صدفة، دي متصممة علشان تطلق الدوبامين في مخك بنفس طريقة الكازينو، صوت صغير، إضاءة، مكافأة غير متوقعة. ده بيسموه في علم النفس ال variable reward system، ودي أقوى آليات الإدمان الموجودة. في كتاب لنيل إيل اسمه هوجد، الكتاب اللي اتكتب أصلا كدليل للمبرمجين. هنا الكاتب بيشرح بوضوح إزاي تبني منتج يعلق في الناس، وكتير من مصممي التطبيقات الكبرى اتدربوا على الأفكار دي. وفي كتاب ستوري فوكس بيقول إن في أمريكا طلاب الكليات دلوقتي مش قادرين يركزوا على مهمة واحدة أكتر من 65 ثانية. الموظفين في المكاتب بيقدروا يركزوا في المتوسط يعني 3 دقايق قبل ما يتشتتوا. 3 دقايق بس، دي أرقام مرعبة يا جماعة، أرقام فعلا مرعبة. قبل 20 سنة كان متوسط التركيز البشري بيبقى حوالي 12 ثانية. بعد انتشار السوشيال ميديا بقى 8 ثواني، وطبعا المعدل ده بيقل كل شوية. في الحقيقة احنا مش بنعيش اقتصاد معلومات، احنا بنعيش اقتصاد انتباه. في السلعة الأغلى هي انتباهك انت. طيب وانتباهك ده بيتباع كل يوم من غير ما تعرف أو تحس. في مشهد واحد بيلخص كل ده لجيمس ويليامز، محلل استراتيجي السابق في جوجل. ده وقف قدام مئات من كبار المصممين التكنولوجيا وسألهم سؤال بسيط: كم منكم عايز يعيش في العالم اللي بتصمموه؟ كانت في الأوضة دي يعني صمت، محدش رافع إيده. التأثير على المراهقين مهم جدًا، يعني مهم جدًا لإن ده اللي بيصنع التغيير، والأجيال الجديدة بيقول لنا إحنا رايحين فين في المستقبل. طيب خلّينا نتكلم بشكل أوضح شوية، ليه دي مشكلة كبيرة؟ لإن مُخ المراهق مش مكتمل. أوكي، الprefrontal cortex اللي هو الجزء المسؤول عن اتخاذ القرارات والسيطرة على الرغبات، بيكتمل نموه تقريبًا في سن 25 سنة. يعني لمّا بندّي لهم social media في سن 13 سنة أو 12 أو 15، إحنا بندّي لهم وسيلة إدمان وهُم في أضعم مراحل بيكون المُخ فيها قادر إن هو يقاوم أصلًا. ال النتايج بتقول إن في حوالي 67% من المراهقين بيقولوا إن السوشيال ميديا خلّت تقديرهم لنفسهم يقِل بسبب المقارنة المستمرة. تخيّل! 3 من كل 4 مراهقين بيصحوا كل يوم وهُم حاسين إن هُم قيمتهم أقل من غيرهم، عشان صور شافوها على الشاشة. 40% منهم بيعانوا من اضطرابات نوم بسبب السوشيال ميديا. 42% من المراهقين بيعترفوا إن السوشيال ميديا بتمنعهم من لقاء أصحابهم في الواقع. 70% بيحسوا بالإقصاء والعُزلة بسببها. والأكتر من كده إن معدلات الانتحار بين المراهقين زادت جدًا في عصر السوشيال ميديا. المراهقين أكثر استخدامًا للسوشيال ميديا مقارنة بالأقل استخدامًا، ضعف احتمالية إن هم يوصفوا صحتهم النفسية بضعيفة أو ضعيفة جدًا. مش مصادفة إن جوناثان هايت، أستاذ علم النفس في جامعة NYU، كتب كتابه The Anxious Generations في سنة 2024، وصف فيه الجيل ده بجيل القلق. جيل إيده باين عليها علامات كارثة صحية ونفسية بسبب تسليم طفولته للشاشات. طيب، في كتاب The Shallows، واحد من أهم الكتب في الفترات الأخيرة، بيقول حاجة مهمة جدًا. بيقول إن الإنترنت والسوشيال ميديا تحديدًا بتغيّر بيولوجيا مخك الفعلية، مش بشكل مجازي وبشكل حرفي. يعني في نقطة مهمة جدًا يا جماعة، إن في تغييرات بتحصل، تغييرات فيزيائية، تغييرات مادية بتحصل في تكوين العقل. السوشيال ميديا بتأثّر على التكوين ده، بتحوّله من حالة لحالة، مش مجرّد عادة أو وقت ما أحب إن أنا أبطّلها فهارجع لحالتي الطبيعية. لأ، الموضوع أصعب من كده بكتير. ال المُخ البشري بيتشكِّل حسب العادات، وأنت لمّا بتقضّي ساعات كل يوم في سرعة التصفُّح والscroll، مُخّك بيتعلّم إنه يشتغل كده دايمًا. خلاص، دي طريقة عمل المُخ. فجأة بتلاقي نَفْسك مش قادر تكمّل كتاب، مش قادر تتابع فيلم طويل، مش قادر تقعد في محادثة كده عميقة لأكتر من دقايق. 57% من الأمريكان ما بيقروش كتاب واحد حتى في السنة للأسف يعني، بعد ما كانوا هُم بيصنّفوا من أكتر الشعوب اللي بتقرا. واحد في الكتاب بيوصف الإحساس ده بوضوح، بيقول: فجأة اكتشفت إن أنا يعني اللي باعشق الكتب من صغري مش قادر أكمّل مقال طويل حتى بأي درجة من التركيز. ودي مش مشكلة فردية، ده تحوّل في طريقة تفكير جيل كامل. السوشيال ميديا بتقدّم لنا محتوى في قطع صغيّرة سريعة، مش محتاج تفكّر ولا تبذل فيها مجهود. سمّيها بقى reels shorts memes، في النهاية النتيجة واحدة: ما فيش سياق، ما فيش عمق، ما فيش ليه وإزاي. والمشكلة مش في الترفيه نفسه، المشكلة إننا بقينا نستهلك كل حاجة بنفس الطريقة.
الأخبار، السياسة، العلاقات الإنسانية، كل ده اتحول لكونتنت سريع الاستهلاك، والنتيجة طبعا آراء من غير تفكير، مواقف من غير معرفة، حكم على ناس من الثواني الأولى. وده مش وعي، ده سطحية، سطحية متصممة علشان تحولك لإنسان سطحي. يعني في النهاية احنا مش هنقول امسح السوشيال ميديا من موبايلك بكرة، ولكن يعني خلي في توازن شوية. خليك عندك وعي، لما تفهم انك لما بتفتح التطبيق ده من غير سبب، مش انت اللي قررت، ده تصميم اتعمل وانت بيتم التحكم فيك. لما تحس بالفراغ وتلاقي ايدك رايحة للموبايل لوحدها، ده مش انت، يعني ده condition response، يعني حاجة اتصنعت عشان تعمل فيك كده. في كتاب ستيرن فوكس بيقول يعني ما بيحصلش لانك ضعيف، بيحصل لانك في قوة بتساوي تريليونات الدولارات هي اللي قررت ان ده يحصل لك. في ناس اشتغلت عشان انت تتعامل بالطريقة دي مع نفسك. السؤال هنا مش هل انا مدمن على السوشيال ميديا، السؤال في العلاقة دي يعني مين المسؤول، انا ولا هي؟ فكر في اخر مرة قضيت فيها وقت من غير موبايل، من غير شاشة، من غير صوت، من غير محتوى، كانت امتى؟ كنت بتعمل ايه وازاي؟ الحقيقة إنه يعني الموضوع ده فيه تفاصيل كتير ممكن نتكلم فيها، مش عايزين نطول أكتر من كده على حضراتكم، حبينا بس نعمل كده هايلايت على الكارثة اللي احنا بنمر بيها. وهيكون في أوقات تانية هنتناول الموضوع من زوايا تانية، لأنه فعلا مهم جدا. لو الحلقة عجبتك حاول تشاركها مع حد تاني ممكن يستفيد بيها، وبالتوفيق لكم كلكم.